في الفيديو ده هعرفك كل ما يخص نادي الزمالك وكمان القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك، المباريات المجانية بدون تشفير. كمل معايا الفيديو للآخر، وما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أول بأول عن أخبار نادي الزمالك وعن كل الدوري المصري. لا، مش كمان أخبار الدوري المصري، ده كل أخبار الكرة في مصر، يعني كل الأخبار زي كأس الكونفدرالية وكمان دوري أبطال أفريقيا أول بأول حصري على قناة أحمد ناصر. كل يوم معكم في فيديو جديد. يستعد نادي الزمالك اليوم الأحد 12 يناير 2025 لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الخامسة من بطولة كأس مصر للكونفدرالية الأفريقية. تقام مباراة الزمالك على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة اليوم: حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع عمر جابر ومحمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد واحمد محمود، خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وعبد الله السعيد، في الهجوم زيزو منسي ومصطفى شلبي. اما بالنسبة للقنوات الناقلة الحصري المجانية، ودي هتكون القناة المشفرة بي ان سبورت 6 على تردد 11045. طب لو انا مش عايز اتفرج على قنوات بي ان سبورت او مش عندي قنوات بي ان سبورت، لا، في قنوات كمان زي القناة الارضية اون تايم سبورت، تظبيط التردد الارضي على 11681، معدل الترميز 27500، والاستقامة أفقي، معدل تصحيح 6/5. يحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط ويسعى لتحقيق الفوز لضمن التأهل إلى الدور التالي. في المقابل يحتل بلاك بولز المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويأمل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله في المنافسة. الإشارة إلى نادي الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب، أما بلاك بولز بنتيجة 2-0، وطموح للتكرير الانتصار في اللقاء اليوم لتعزيز مواقعه في البطولة. يعني الفريق ده يا جماعة عايز يكسب الزمالك زي ما كسبوا على أرضه. طبعا المباراة دي هتكون رد لنادي الزمالك على الفريق ده زي ما كسب نادي الزمالك على أرضه. الزمالك النهاردة على استاد القاهرة عايز يرد الاعتبار ويرد ردة قوية في الملعب. إن شاء الله نشوف ماتش هايل، ماتش كويس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وكمان اشتراك حتى يصلك كل جديد أول بأول عن أخبار سواء في الكونفدرالية أو في دوري الأبطال أو في الدوري المصري أو في كأس مصر. كل ده أول بأول على قناتنا، قناة أحمد ناصر. لحد هنا أكون وصلت نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.